قال الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب فلا يتبين لنا أهل الإيمان من أهل النفاق وأهل الصدق من أهل الكذب إلا إذا جرت المحن والفتن، فإن المؤمنين الصادقين يثبتون عند الفتن، والمنافقون والكاذبون ينجرفون. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقد تكون الفتن بالمصائب، تكون الفتن بالمصائب، لأن الله يبتلي بعض عباده بالمصائب. هل يصبرون على المصائب ويرضون بقضاء الله وقدره، أو أنهم يجزعون ويتسخطون ويكرهون قضاء الله وقدره؟ كما قال تعالى: ولنبلونكم أي نختبرنكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا موقف أهل الإيمان عند المصائب. وأما موقف ضعاف الإيمان عند المصائب فإنهم يجزعون يتسخطون، وتكون النياحة ويكون ضرب الخدود وشق الجيوب والتحسر على المصائب. فهذا موقف الناس من المصائب.